من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Nama saya Muhammad Nurdin dari Indonesia. Dari Indonesia. Selamat datang dari Indonesia. Alhamdulillah. boleh bertanya bagaimana perjalanan di Mesir, Pak Muhammad? اسمه السيد محمد من إندونيسيا، أول مرة يجي مصر، وهو عجبته جدا مصر والأماكن اللي زارها فيها. أنا هسأل عليه دلوقتي، وبيتكلم إن هنا أرض الحمد لله مقدسة وأرض مباركة، لأن عاش فيها كذا نبي زي النبي موسى والنبي يوسف والنبي عيسى. علشان كده مبسوطين جدا بالمكان وبالجو العام اللي في مصر. Alhamdulillah kita sudah mengunjungi beberapa tempat wisata, diantaranya yang pertama Museum Piramid, kemudian juga Sphinx. هو بيقول ان هو زار اماكن كتيره هنا الحمد لله. هم وصلوا امبارح، صاروا المتحف الحضاره، شاف المومياوات عجبته جدا طبعا. وزار الهرم طبعا عجبته جدا الهرم وابو الهول، وخدوا صور جميله وكونوا فكره حلوه جدا عن مصر. وزاروا بعض الاماكن الدينيه للمسلمين في العالم، زي مسجد مقام الامام الشافعي في مصر، ومسجد عمرو بن العاص. والنهارده زرنا في اسكندريه الحمد لله مقام النبي دانيال، وهنا قلعه قايتباي، ومبسوطين جدا جدا الحمد لله. وبالنسبه للاكل عجبهم جدا، بيقولوا برضو قريب جدا من الاكل الاندونيسي، وعجبهم برضو ان في حاجات سبيشال خاصه في مصر في التوابل وكده. فالحمد لله مبسوطين جدا هنا في مصر. Alhamdulillah kami datang di Mesir disambut dengan welcome. Tentu juga kami ingin mengajak teman-teman kami yang ada di Indonesia, silakan berkunjung ke Mesir. Di sini aman, di sini nyaman. السياح الاندونيسيين هم اساسا موجودين في مصر، بس هو بيدعوهم اكتر ان هم يجوا مصر. مصر بلد جميله وبلد امان، هنا الدنيا امان جدا زي ما هم شافوا الحمد لله، والجو جميل والاماكن السياحيه كتيره جدا. هو بيدعوهم يزوروا مصر زي ما هو جه مصر، وبيقول شكرا جدا على حسن الضيافه للمصريين والحمد لله. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا ماريا، وعدي ومكتوب عليا ومسطر على الجميل، ومسطر على الجميل. لا شرب من الحب حبة، وانزل بحر المحبة، واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين.
وناس الطيبين. من اشهر المساجد الموجوده في اسكندريه هنا في منطقه قلعه قايتباي على ميناء الشرقي اسكندريه اللي بتطل على ميناء الشرقي هو مسجد الامام البصيري، ويقع في منطقه ميدان المساجد. يوجد بجانبه مسجد المرسي ابو العباس، ويطل على ميناء الشرقي الاسكندريه. ده بالنسبه للجهه الشماليه الشرقيه. الجهه الشماليه الشرقيه المسجد كان قديم عباره عن زاويه خاص بالامام العارف البصيري او يقال الاباصيري، ده خاص بالزاويه به. لكن في عهد سعيد باشا ابن محمد علي باشا قام بهدم الاماكن اللي حوالينها وتم بناء المسجد بعد هدم الزاويه. هدم الزاويه ثم اقام المسجد على وضعه الموجود الحالي ده، بعباره عن واجهه جميله من الرخام واعمده ذات زخارف جميله وعقود. اولا نتكلم على الواجهه الشماليه الشرقيه. الواجهه الشماليه الشرقيه هي المدخل الرئيسي للمسجد، اللي هي عباره عن واجهه من الرخام، عباره عن عقد مدبب يعلوه عقد نصف دائري، يعلوه زخارف من زخارف نباتيه عباره عن كورنيشه. لكن الكورنيشه في الوقت الحالي بيصيبها مع تعرض المسجد للعوامل الجويه او النوات الموجوده في الشتاء دي لبعض التاثيرات عليها، ولكن بيتم المتابعه باستمرار مع وزاره الاوقاف بالتنسيق معها بحيث نقوم بترميم الاماكن او الحاجات اللي هي خاصه بالمسجد. اما بالنسبه للمسجد له الواجهه الجنوبيه الغربيه، فهي مدخل ثاني ده يطل على ميدان المساجد القديم الذي يحتوي برضه على زي ما قلنا على مسجد المرسي ابو العباس. ساعة ما بنخش المسجد موجود عندي بيت الصلاه وعند صحن المسجد. بيت الصلاه هو البيت الموجود اللي عباره عن 6 اعمده. ال6 اعمده دي معموله من الرخام، تحمل فوقها القبه، واخده الاعمده دي شكل دائري جميل، والقبه من الصفيح لكنها متاثره بعوامل جويه وحصل فيها تاكل كتير، لكن بيتم معالجتها اكثر من مره. بجانب موجود عندي بيت الصلاه بالجهه الجنوبيه، موجود عندي صحن المسجد. صحن المسجد عباره عن 4 اروقه طوليه، عباره عن بلاطه من الرخام في كل رواق، يعلوه عقد مدبب في الجهات الاروقه ال4. بجانب هذا الصحن يتوسط فيه ميضه. زي ما اتكلمنا عن ميدان المساجد الموجود في منطقه الانفوشي، اتكلمنا عن مسجد البصيري ومسجد المرسي ابو العباس بجانبه. طبعا دي منطقه مساجد بتبقى عليها زيارات كتيره جدا. بجانب المسجد النهارده موجود فيه الميضه. الميضه الموجوده عباره عن قبه ترتكز على 8 اعمده رخاميه موجوده، كما يضم المسجد ضريح الامام البصيري موجود اسفله القبر الامام البصيري، وهو يمثل واجهه اسلاميه واثر اسلامي ذات قيمه تاريخيه واثريه بجانب منطقه القلعه الاثريه في مدينه الاسكندريه. أنا أحمد الحربي من السعودية،
جيت مصر لي تقريبا 4 أيام، وزرت الأهرامات، زرت الحسين، والآن أنا في الإسكندرية، وجيت قلعة قابيتاي، وقلعة جميلة، وجميع الآثار الموجودة بمصر جميلة، وتعامل الشعب المصري جدا رائع، والأكلات المصرية عاد احنا نعرف الأكلات المصرية ما هي غريبة علينا. وأشجع الشباب جميع الشعب السعودي انهم يحضروا لمصر ويشوفون الآثار الجميلة والمعالم الطيبة وبلد الحضارة اللي هي 7000 سنة حضارة مصر، ويعطيهم العافية، وشكرا على استقبالهم، وشكرا على كل حاجة. شعب مضياف للأمانة. شكرا لكم. السلام عليكم، معكم عزام أخوكم من مكة من السعودية. حاب أول شيء أشكر وأوجه رسالتي للشعب المصري على التعاون ومحبتكم ومعزتكم، وكلكم في العين والراس، وشعب جدا طيب، ويعني الأماكن السياحية عندكم جميلة أوي أوي، ويعني إيه أقول، مصر يعني بتقول فيها كل شيء. أنا رحت الأهرامات وزرت الإسكندرية القلعة والمتحف المصري، وزرت أماكن كثيرة أوي. حاب أقول لأخوان السعوديين يعني جون مصر اليوم قبل بكرة، لأنه مصر يعني ما شاء الله تبارك الله بأهلها وشعبها وكلهم طيبين، والأماكن اللي فيها يعني جميلة أوي. مصر يعني وديدين، دول أخواننا. نورت مصر. نورت مصر. نورت مصر. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.